بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه رأيكم بقى في الالوان دي؟ الوان شم النسيم، اخضر واحمر واسود، كل الالوان. هنعمل النهاردة ان شاء الله طبق مسقعة حلوة كده هتعجبكم بطريقة امي الله يرحمها. مش الحاجات الجديدة اللي طالعة، لا، حاجة مسقعة على اصوله. المسقعة بقى كما يجب ان تكون. قطعنا البتنجان وهنحط عليه ملح وننقعه حوالي نص ساعة كده في الملح قبل ما نشتغل فيه علشان ينزل كل المية اللي فيه. وعندنا هنا الفلفل فلفلة قطعناها ونضفناها وخليناها زي الفل، والطماطم قطعناها مكعبات. وعندنا كمان هنا توم اللي هنعمل بيه بقى فول، وهنعمل منه شطشوطة، وهنعمل مسقعة. هجهز كل حاجة بقى وارجع لكم تاني نبدأ نشتغل. وهنقول بسم الله ونبدأ نشتغل في البتنجان. هنحط شويه زيت على النار، نحط شويه زيت حلوين كده عشان نقلي فيهم كل البتنجان والفلفل وكل حاجه. وورا هنا عندنا في الطاسه اللي ورا دي هنستغل طبعا عقبال ما الزيت يسخن، وهنعمل شويه فول بالدقه. ازاي بقى هقول لكم. عندنا لا دي الشطشوطه الاول. هنعمل الشطشوطه وبعدين نعمل الفول برضو مع بعض. الشطشوطه دي بقى عباره عن 3 قرون شطه، معاهم طماطميتين، معاهم فصين توم وشوية زيت، كله ني في ني. احطه في الطاسة ني وهو هيستوي مع بعضه وهيبقى طعمه حلو جدا. هنا كده عندنا الطماطم، احنا طبعا قطعنا الطماطم كلها وجهزناها. هحط كل حاجة على بعضها، حطيت الفلفل الحراق وحطيت الشطة وحطيت التوم، واحط بقى شوية زيت كمان يستوي فيها بس، وهدي عليه النار او هنقله على العين الصغيره واسيبه يستوي براحته. دي بقى شطشوطه بتاكليها مع اي حاجه، بتاكليها حاف مع العيش، ممكن مع سمك، مع اي حاجه انت عايزه تاكليها براحتك. نقلتها هنا بقى على العين الهاديه، وهبدا اعمل زي ما قلت لحضراتكم الفول اللي هو بالدقه زي بتاعه الملوخيه كده. زي اللي هي بالطشه بتاعه الملوخيه. عندنا هنا هنحط شويه زيت حلوين، وهنحط عليهم فصين توم من اللي احنا مقطعينه. احنا قطعنا التوم عشان نشتغل بيه كله، ومعاه نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، او نص معلقه كبيره، هي معلقه صغيره او نص معلقه كبيره كزبره ناشفه. وهسيبها على النار بقى عقبال ما تتحمر، وابدا احط البتنجان لان الزيت كان هيبدا يتحرق. عندي هنا البتنجان انا كنت نقعاه بملح علشان كده مش هيشرب زيت. احطه اقليه، وبعد كده هنزل الفول على الطشه دي. جبنا كده الفول ده انا اللي كنت مدمساه في البيت. جبنا كده الفول حطيناه على الطشه بقى كله على بعضه، واسيبها بقى مع بعضها شويه كده على النار. وعندنا الشطشوطه برضو شغاله على النار، وهنا البتنجان بيتقلي. عندي هنا انا كده الاكل التاني استوى وشلته من على النار. لسه عندنا هنا البتنجان طبعا بياخد وقت، كله ما شاء الله لونه جميل جدا. يعني هو نص البتنجان اتاكل قبل ما نعمله، وهو مقلي كده اتاكل دلوقتي هتشوفوا الطبق نقص نصه، نص البتنجان نقص. وعندنا هنا بقى اللحظة المهمة وهي الفلفل. طشطشة بقى، خدي بالك علشان الابيض اللي بيبقى جوه الفلفل ده بيطشطش، بيفرقع كده جوه النار، خدي بالك منه. ومعانا طبعا قرنين شطة حراقين هنحمرهم برضو معاه. خلاص احنا كده خلصنا الفلفل والشطة، هنشيله من على النار علشان هنشتغل برضو في نفس الحلة اللي احنا حاطين فيها الزيت، علشان هنقلي برضو الحاجات اللي احنا هنعمل فيها البتنجان، هتشوفوا دلوقتي. فاضل عندي هنا شوية توم، حطيتهم على النار في الزيت اللي فاضل عندي. هقلبهم، افضل معاهم بقى لغايه ما يبداوا لونهم كده يصفر. انا مش عايزه احمره، مش عايزاه يتحرق. هنزل عليه بمعلقه خل،
هطفيه كده بمعلقه خل. تشمي بقى لك ان تتخيلي الريحه بقى، طبعا الريحه واصله عندكم. وهنزل عليه بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات، ومعاها ربع كوبايه ميه بس علشان تستوي فيها. ولو الطماطم عندك مستويه وفيها ميه كتير ما تحطيش ميه، بس الطماطم دي كانت ناشفه شويه. وهسيبها برضو على النار لغايه ما تستوي مع بعضها، الطماطم بس تبدا تستوي. وما تحطيش ملح بقى خالص غير لما تدوقيها، لان البتنجان طبعا منقوع في ملح. هقلبها برضو كده، خلاص هي وصلت للي انا عايزاه. انزل بقى بالبتنجان والفلفل زي ما انتم شايفين كده، البتنجان بقى نصه اتاكل قبل ما يتحط في الحله. اشيل هنا بقى كده قرن شطه احطه على الوش لزوم الديكوريشن. والبتنجان بقى انت لو عايزه تسيبيه سليم سيبيه، لو عايزه تقطعيه قطعيه، الشكل العام ده حاجه ترجع لك انت. يعني انا بقطعه كده ايه نص يعني، اسيب فيه برضو البتنجان يبقى باين مهرسوش قوي. وهدوق الملح، لو لقيته محتاج ملح هحطله. انا عندي كده القرن الشطه ده حراق، فتحته عشان ايه يبقى كلها مشطشطه. لقيت محتاج شويه ملح صغيره حطيت له. وهي كده خلاص تنزل بقى من على النار، ما عادش تستوي اكتر من كده. بس بجد ريحتها كانت خطيره. خلاص احنا كده خلصناها بقى، نحطها في اطباق. ايه رايكم في المنظر بقى؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. ايه رايكم؟ طبق شكله يجنن.